أبو العريف. مستعدين يا أولاد؟ نتيجة الامتحان طلعت وكالعادة AJ أخد ايه؟ ايوه كده. ايه تاني؟ هجمعها مع بقية المجموعة بتاعتي. مالك يا تيمي؟ ما كنتش مذاكر. مش بقالك اسبوع قاعد مع كوزمو بتذاكر؟ ولا كنتوا بتعملوا ايه؟ هاي، عايز تلعب الهروب من المذاكرة؟ بتتلعب ازاي؟ كده بالظبط. أهلي أكيد هيموتوني. يلا ايجي، يلا ايجي، اها، يلا ايجي، 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 اها. خلاص سمعنا، كل المدرسة سمعت. بس بقى ما فيناش من الغيرة يا تيمي. أنا مش غيران، أنا زهقت من الإف اللي باخدها. لو ذاكرت في احتمال كبير انك تنجح. انا ممكن اساعدك علشان ترفع الاف دي شوية للدي. لا متشكر يا أبو العريف، بس أحسن لك خليك مع الحاسب الآلي بتاعك. استهج حاسب آلي. ح ألف س ب. باي باي. تيمي، عارف ليه اتضايقنا من الاف بتاعتك دي؟ عشان ممكن أجيب أحسن منها. بتقول ممكن؟ الحمد لله، احنا كنا لسه هنلوم نفسنا. ادخل اوضتك دلوقتي حالا وشوف وراك ايه. الفصل الأول خلص، يلا نلعب الهروب من المذاكرة. دلوقتي اجيب مولد تربو ليزر ضخم عشان انشط مبدأ الدفع بتاع زاركون واعمل خرم دودة كبير كفاية لكسر استمرارية التوقيت الفضائي. مش وقته. الو. هاي تيمي، انا اللعبة خلصت بس راجع لكم تاني. انت بتلعب لعبة كراش نابيولا؟ المفروض تكون بتذاكر. انت ايه ماما؟ يا عبقري، حط السماعة. لا لسه برضو. بس عشان AJ بياخد ايه كل شوية فاكر انه عارف كل حاجة، وده مش صحيح. هي بس انا ممكن، صح؟ ممكن اتمنى اني اعرف كل حاجة. اتفقنا. ورينا بقى ذكائك. قابلة للاشتعال. بودينج. قابلة للاشتعال وهي المادة الأكثر تواجدا في الكون. تيمي. هيدروجين. أما دراسة السمك اكتيولوجي، ومن الثدييات الصينية أكلة البامبو الباندا العملاقة. مظبوط، ودلوقتي رسميا أنت عارف كل حاجة. عجبني قوي الصوت ده. فاضل يومين بس على مسابقة المدارس للدماغ الكبرى، وما افتكرش ان اي حد ما عدا AJ قرا عن حرب تكساس للاستقلال من المكسيك. فاكر؟ الإلمو. ايوه الإلمو، حوالي 1836، 13 يوم تكساس رجعت لها استقلاليتها وزودت مليون ميل مربع لأمريكا. في الحقيقة 5002 فوق المليون. عنده حق. ممكن استلف الايه؟ اتفضل. الموضوع ده بقى ايه؟ انا مش عارفه اشرح لك ازاي. ايوه بلعبك نفس لعبتك. يلا يا تيمي، يلا يا تيمي، يلا يا تيمي. ايوه يا تيمي يلا. يعني جات لك نوبة ذكاء، تفتكر حد هيهتم؟ واو تيمي، انا منبهرة. ايه رأيك تنضم لنا في مسابقة الدماغ الكبرى؟ انا ممكن ادي لك الكورس الاول. لكن الكرسي ده كان دايما بتاعي. اوه AJ، هنخليك في الفريق طبعا، لكن هندي لك الكورس التاني اللي جنبه. طب وايه الفرق؟ فرق كرسي غبي. اوه مباراة. هبل. اوه مباراة تانية. هبط. برنامج ثقافي جدا. اوه تيمي، تحفتي الصغير، عملت لك ايس كريم بالشوكولاتة مليان بالكوليسترول مشبع بالدهون ومواد الحفظ. طيب شكرا.
يا تيمي، كنت بملى لك استمارة هارفارد زي ما طلبت وكتبت كلية غلط. برافو عليك. دلوقتي الوقت اتأخر، ميعاد النوم. العباقرة بيسهروا المتأخر. بس لما يكون عمرهم 10 سنين أكيد لا. عموما لو الحساب عندك زي الكتابة عند بابا، ايش عرفك؟ يمكن عندي 21 سنة. الفيران معهم حق يتخضوا، انت فعلا زودتها. ممكن تتريق على مهاراتي الحسابية زي ما انت عايز للصبح، بس تكلمني كويس يا أبو العريف. تقدري تثبتي اني ابو العريف؟ بتقول ايه؟ في الكون اللانهائي تفسر الحقيقة حسب نظرتنا دائمة التغير، وبدون وجود أي إثبات قاطع لأي شيء تصبح مجرد أفكار مبنية على معلومات عشوائية. في الكون إيه؟ أنا جالي صداع. مرحبا بكم في مسابقة الدماغ الكبرى بديمزديل. المسابقة النهاردة بين مدرسة سنيرد الابتدائية وديمزديل الابتدائية. والسؤال الأول هو: الحشرة الباسيفيكية التي يصل طولها إلى 8 بوصات. ديمزديل. ده سهل قوي. الجواب هو ده. لا متأسف، دي إجابة خاطئة. سنيرد. دودة البنانة. أول نقطة هتروح لسنيرد. انت بتعمل ايه؟ شوية تشويق درامي. السؤال التالي: ما هي عاصمة ايداهو؟ ديمزديل. هي لازم امشي. ديمزديل. مظبوط، نقطة لديمزديل. كوزمو، واندا، انتوا فين؟ ايه اللي بيحصل؟ ما بقتش عارف اي حاجة. مرحبا بك في عالمي. دلوقتي في المسابقة ما ينفعش تستخدم السحر بتاعنا، ده يبقى غش. الأمنية انتهت. ايه؟ ليه ما قلتليش من الاول؟ افتكرناك هتعرف يا اللي عارف كل حاجة في الدنيا. ما اشتركتش غير بعد السحر اللي حصل لي. جي ذاكر بجد وانا اخدت المكان منه. ودي نهاية الجولة الأولى، والسنيردز متقدمين ب8 نقط. هناخد استراحة قصيرة وبعدين هنكمل. هاي ايه؟ حليت غلط مخصوص علشان تبان انك بطل كبير لما تنقص النتيجة. انا اسف عشان بوخت معاك، كنت غيران وبطريقة صعبة عليا اشرحها لك. انا كمان غشيت علشان ابان اني اذكى من حقيقتي. ايوه بس انا كمان كان المفروض اساعدك في المذاكرة بدل ما اقعد اغيظك. بس معاك حق تتبسط، كل واحد عنده حاجة هو شاطر فيها. انت في المذاكرة وانا في في العاب الفيديو. شفت كنت اسرع مني ازاي في ضغط الزر؟ يمكن، بس مش مهم. ما اقدرش اكسب بالغش، لازم انسحب من المسابقة. بعد اذن حضرتك انا هو عايز يقول ان هو عايز يبدل كرسي معايا ويرجع المسابقة، صح؟ ايوه زي ما بيقول، هو الاذكى. وانت هتبقى الاسرع، انا هبقى المخ وانت العضلات. موافق؟ موافق. عدنا تاني، النتيجة 5-13 والسنيرد في المقدمة. هنبتدي. الاسم العلمي للعنكبوت الاراكنيد. مظبوط. انترلابسرياليزم. مظبوط. ونقطة أخرى لديمزديل. جلوريوس ماكسيمس. مظبوط. الجواب 1952. مظبوط. ضغطت على الزر بحرفنة. اشكرهم، هم فريق الهروب من المذاكرة. والنتيجة للمسابقة 99-99، ووصلنا للسؤال النهائي. نوع السؤال عشوائي. ده سؤال عن حاجة خاصة بالريحة؟ ده سؤال ممكن يكون في أي شيء. اشرح نظام الدفع المستخدم في مركبة الفضاء الخاصة بكراش نيبيولا. معرفش الجواب ده. وديمزديل. نظام دفع ثنائي الابعاد يستخدم مولد تربو ليزر ضخم ينشط مبدأ الدفع بتاع زاركون ويعمل خرم دودة كبير كفاية لكسر استمرارية التوقيت الفضائي. مظبوط، ديمزديل تكسب. مبروك لتيمي تيرنر. في الحقيقة أنا عايزة أهديه لصاحبي جي، هو اللي ذاكر. أنا كل الحكاية دوست على الزرار. هيه، لازم اتمرن على الحركة دي. أحلى حاجة إنك رجعت طبيعي يا تيمي.
ايوه افتقدنا تامر لذيذ الرايق. بعد ما ذاكرنا كويس في كتب التربية عرفنا ازاي نواجه لمطك دي. ايوه احنا وكلنا محامي. بس ده ملوش لازمة. أنا آسف، كنت غبي وأكيد معاكوا حق تعاقبوني. أيوة عاقبوني، أنا كنت مغفل، أبو العريف المغفل. اكتشفت ده لوحدك. ابعتوا لي أتعابي. احنا اتخلصنا من الولد الذكي. يلا يا اهالي، يلا يا اهالي، يلا يا اهالي. هنعمل ايه غير المذاكرة دلوقتي؟ فكرة هايلة يا تيمي. كوزمو